جالي فوتج كده يا جماعة. المفروض ان انا هعمل عليها فيديو في اف اكس. الفوتج تبان انها مفيش فيها اي مشاكل خالص، حاجة بسيطة خالص. بس لما جيت اشتغل فيها يعني مثلا هي كفوتج زي ما انتم شايفين، حركة عادية خالص بتتعمل تقريبا متصورة بدرون يعني. والمفروض ان احنا هنعمل حاجة في اف اكس هنا كده. تمام. فالمرحلة الأولى من الفيديو ده لو انت يعني أم، عملت فيديوهات في اف اكس قبل كده، عملت كاميرا تراكنج كده، فاحنا مش هنعمل اي حاجة جديدة، هي كاميرا تراكنج عادي خالص. بس الاختلاف اللي هيحصل لما اعمل ريزولف كاميرا، ولما اعمل سيت اب تراكنج سين واطلع السين بتاعي هنا كده، هتشوفوا مشكلة هتظهر غريبة قوي. تمام. فانا صورت الفيديو ده علشان اعمل اوريكم حل المشكلة دي لو حصلت، سواء بقى في الفيديو ده او في اي فيديو يحصل فيه المشكلة دي. طيب الجزء الاولاني ده لو انت مثلا يعني familiar with، يعني عملت كاميرا تراكنج قبل كده وخلاص، انا اصلا مش هشرح يعني كل حاجة بالتفصيل، احنا شارحين في فيديوهات قبل كده التراكنج، والتراكنج مشروح يعني في فيديوهات قبل كده. فاحنا ال... يعني الجزء الاول من الفيديو هعمل تراكنج بس للسين ده، وهرفعه هنا كده، وبعدين نشوف المشكلة اللي هتحصل معانا. طيب انا اول حاجة هعملها ايه؟ هروح هنا هخلي الكالر مانجمنت كده ستاندرد، وبعدين هعمل اللوك كده هاي كونتراست علشان يعمل لي تباين وسطوع في الالوان كده علشان التراكنج بتاعي. تمام. وبعد كده تعالوا بس نتأكد اول ان انا شغال على ال API OpenGL. تمام، لان التاني بيعمل مشاكل مع التراكنج. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هروح على التراكس، هعمل 60 فريم كده علشان اظبط الفريمات بتاعتي، وهتأكد هنا ان ده 1920 في 1080، 30 فريم بير سكند، 30 فريم بير سكند. اوكي. وبعدين هعمل بيرفكت كده علشان احمل الفيديو بتاعي على البرنامج، وبعدين هعمل ديتكت فيتشرز. مفيش يعني اي حاجة جديدة تقال في الموضوع ده. هخلي دي اف فاين، وهخلي دي بريفيوس كي فريم، هخلي دي نورماليز، وبعدين هعمل تراكنج فورورد. خلاص خلص، هعمل detect features تاني، وهعمل track backward. بعد كده هروح على solve، هعمل clean up. اختار clean up. لحظة، هنشيل اول unselect كل حاجة كده، وهعمل clean tracks، وهزود هنا كده لحد ما يختار شوية التراكات اللي ممكن تسبب مشاكل. ممكن حاجة بالشكل ده كده، وهعمل x delete. تمام. اعتقد برضو انا محتاج اشيل دي، محتاج نشيل ده وده وده وده. مهم. اوكي. آه. واو. اوكي ماشي. ممكن مثلا ناخد ده كده، نروح قبله بحاجة بسيطة لما يبدأ يحصل الانعواج اللي فيه، ونعمل ستوب تراك هير. ناخد ده ونعمل ستوب تراك من هنا. برضو شارحين الحركة دي يعني بالتفصيل في فيديوهات تانية. هناخد دي. ممكن نشيل ده خالص. ماشي. وده برضو نشيله خالص. وده السبب اللي بيخليني اشيل ده ان في تراك جنبه على طول، والتراك اللي جنبه مظبوط، لكن ده في عوجة كده بسيطة، فانا مش عايز ده. ممكن ده برضو اشيله. تمام. تعالوا نشوف في ايه تاني هنا. اوكي، تعالوا نجرب نعمل select all كده، وهنحدد رفعين لكل حاجة. هنخلي الكي فريم 1 ده من عند مثلا 30 هنا لحد ممكن مثلا 110 مثلا او 120. ممكن في الارقام دي تبقى مناسبة. 1 و13. طيب تعالوا
ناخد التراك ده، ممكن نيجي هنا كده ونوقف تراك لحد هنا. ممكن ناخد التراك ده كده ونشيله خالص. ناخد التراك ده نيجي هنا نوقف من اول هنا. التراك ده نوقفه من اول هنا. وده كذلك. اعتقد ده في مشكلة في نص التراك كده، هنشيله. ده في مشاكل برضو، هنشيله. تعالى نوقف ده من اول هنا كده. وده مكانه فين التراك ده؟ هنا كده ماشي، مش عايزينه. تعالى نعمل ريزولف تاني كده. حلو قوي. طيب هنيجي عند مرحلة ان احنا هنعمل set as background set tracking scene. فهيطلع معايا المنظر ده. ممكن تكون ما انتش واخد بالك قوي ايه اللي حاصل هنا، بس انا هقولك ايه اللي حاصل دلوقتي. لو احنا مسكنا الكاميرا دي وجينا عند الكاميرا هنا، تمام، ولو احنا مثلا اخترنا دلوقتي الفلور بتاعنا، وليكن مثلا هنختار 3 نقط زي دول ونقوله ده الفلور، وجينا نظبط الديستانس، هنقول مثلا ان دي وليكن 5 ست سكيل. نخليها 3. اوكي، ست سكيل، تمام. طيب الفلور ده مش احسن حاجة، تعالى نختار فلور تاني. ممكن نمسك دول كده ونعمل له فلور، تمام. وتعالوا ناخد الاوريجن، هنخلي الاوريجن ده، او انا عايز اختار حاجة تكون قريبة شوية علشان بس تشوفوا اللي هيحصل. هنخلي ده الاوريجن بتاعنا. حلو اوي كده. هنخلي ده الاكس اكسس. كلام جميل اوي، تمام. طيب المفروض والطبيعي ان دي ارض قدامنا اهي، تمام. لو اخدنا بالنا دلوقتي هنلاقي ان البلين دي معليك من انها عادلة. احنا اتكلمنا في قبل كده في انها، طب هي مش عادلة، هنعدلها ازاي؟ وده هنعمله شوية كده. بس هتلاقي ان في ديستورشن، تمام. تحس انها يعني ممطوطة زيادة عن اللزوم، فيها حاجة غريبة كده. وده على فكرة مش من الديستورشن، يعني احنا حتى لو عملنا نخلي الاوستي 1 ولو شلنا الريندر ديستورشن مفيش اي حاجة تتغير في البلان. البلان دي، عارف الفوكال لينس بتاع الكاميرا قليل جدا، 13، تمام. طيب انا هحل الموضوع ده ازاي علشان البلان دي تبقى بلان طبيعية على الارض؟ المفروض ان البلان دي تبقى مربعة، مش مستطيلة كده، مش ممطوطة لهناك قوي كده، صح؟ فهي دي المشكلة اللي في الفيديو ده، انك انت تخيل مثلا لو جيت تعمل بيت دلوقتي مربع، هيبان ان هو مستطيل قوي. فده طبعا مش منطقي خالص ومش طبيعي خالص، تمام. ده طبعا من الفوكال لينس اللي هي عدسة الكاميرا، وانا ما معيش عدسة الكاميرا. يعني العميل مثلا ما جاش اداني الفوتج وقال لي دي عدسة الكاميرا كذا، فاهمني؟ او مثلا نوع الكاميرا او كده، علشان اقدر مثلا اتتبع هو صور بايه، فاشوف الفوكال لينس بتاعها وكده، تمام. بس احنا في الطبيعي خالص بنشتغل بالتقريب. بالتقريب يعني ايه بقى؟ يعني بنسيب البرنامج يعمل الفوكال لينس لوحده
فاحيانا او اوقات كتير من الفيديوهات بتبقى مظبوطه، بنقدر ان احنا نشتغل عادي. بس الفيديو ده زي ده، عايز اقول لكم ان قبل ما افتح اصلا ستريم، لما كنت شغال على البروجكت من قبلها، كان عاطيني الفوكال لينس واحد. واحد ده يعني كان عامل كده، وكانت الحاجه بقى ممطوطه بشكل رهيب. تمام. فكان ما ينفعش ان انا اشتغل عليها كده. وفي نفس الوقت انا لو جيت اعلي الفوكال لينس من نفسي مثلا واعمله 36 او اعمله 50، التراك بتاعي هيبوظ، مش هينفع. فحاجه زي دي لازم يعني لازم تتحل، لان انا كده مش هعرف اشتغل. انت متخيل مثلا ان انا، خلونا نجرب مثلا لو احنا مسكنا الكاميرا كده وجبنا، خلينا ده ال 3D view board، وهنظبط الفيو بورد بتاعنا كده. تمام. وهنعمل له روتيت على الاكس، علشان خلونا نشوف كده، علشان الزد ده يبقى عادل. هو المفروض ان دي ارض عادلة صح كده، فاحنا عايزين الزد ده يبقى نحرك كده لحد ما الزد ده يبقى عادل قدامنا صح كده، يعني الى حد ما كده مثلا. تمام. فبرضو الوضع غير منطقي بالمرة. شايف انا دلوقتي لو انا هعمل مثلا، هخلي ده وليكن بيت بالشكل ده كده، المفروض ان اليافطة ظاهرة يعني احجامها طبيعية. تمام. والمفروض ان ده مربع، المفروض بص ده مربع اهو، ده مربع، ما يبقاش ممطوط كده، ما يبقاش بالشكل ده كده. تمام. طيب عايزين نشوف الحل ايه في حاجة زي دي. بص هو هنا ممطوط اوي ازاي، طبعا مش طبيعي مقارنة بالعربية اللي ماشية، مقارنة باليفط، مقارنة بالبيت اللي هنا ده. الوضع مش طبيعي خالص. طيب كل ده برضو احنا لسه ما قلناش الحل هنعمل ايه. احنا لو رحنا على التراك ده، ماشي، ورحنا على كاميرا، نختار الكاميرا كده. تمام. وعايزين نشوف الفوكال لينس اهو، ونظبطه يدوي. هنخليه مثلا، تعالى نجرب 36 ونشوف. ماشي. لو احنا دلوقتي عملنا كده ريزولف تاني يعني للكاميرا. تمام. طلع لك الريزولف، وفعل لك انت هنا بتقدر تختار. يعني دي بقى معلومة الله اعلم كنت تعرفها او لا، بس انت هنا بتقدر انك انت تحدد الفوكال لينس بتاع الكاميرا. وعلى فكرة ده مفيد جدا 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 لو انت معاك المعلومة ان باي كاميرا تم تصوير الفيديو ده او الفوتوج دي. فلو حد مثلا قال لك نيكون مثلا او كاميرا كانون معرفش كذا كذا، فهتدخل تبحث عنها على النت، هتعرف الفوكال لينس بتاع الكاميرا دي ايه. تمام. وبناء عليها تحدد الفوكال لينس، فهتطلع الفوتج مظبوطه قوي، وهيطلع معاك الفيديو في اف اكس مظبوط قوي قوي قوي. طيب انا ما معيش البيانات دي، فهشتغل يعني بالتقريب. تمام. بس هعمل ايه، هظبطها الى حد ما علشان احس انا بعيني كده ان المنظر طبيعي قدامي. تمام. فكده طبعا هو بس محتاج ينزل لتحت شوية، يعني محتاجين نرفع. لو مسكنا مثلا الكاميرا، تمام، وطلعناها كده شوية. تمام. وخلينا هناخد مثلا ده ونخليه الاوريجن. فبقت كده الدنيا يعني الى حد ما معقولة. كده الوضع بقى منطقي شوية. انا دلوقتي لما هحط بقى الحاجات اللي انا هحطها هنا في اف اكس والكلام ده، بص الارض بقت، يعني البلان بقى شكلها طبيعي، بقت ماشيه مع الاسفلت اللي قدامي، بقت ماشيه مع الارض اللي قدامي. فاهمين ازاي؟ دي حاجه ممكن لو انت متعرفش المعلومه دي ما كنتش
يعني ما كانتش هتظبط معاك، ما كنتش تعرف ايه الحل، لان انت لو غيرت من هنا زي ما بقولك هتلاقي ان الفيديو باظ معاك اصلا، هتبدأ من جديد، هيتغير الوضع. اي نعم، انا المرة اللي فاتت بقولك كانت دي معايا واحد دي يعني حاجة، ما مش عارف اقول لك ايه. تعالى بص، كانت كده بالظبط، كانت تقريبا كانت 1.5 او 1.2. تمام، نعمل كاميرا ريزولف كده. لا دي سوري، دي كانت اوكي 35 زي ما هي، دي كانت 1.2. تمام، وهنعمل كاميرا ريزولف كده، نشوف ايه اللي هيحصل. تمام، هناخد الكاميرا بس نعمل ريندر ديستورشن، نخليها كده، وتعالى ناخد نفس البتاع ده ونخليه اوريجين. بص كانت عامله ازاي، تقريبا كانت عامله حاجه شبه كده. تمام، فاللي هو الوضع غريب قوي، رغم ان كل حاجه تمام. هو اصلا الزولف هنا اتغير لما انا غيرت البتاع. فانا بقول لك هو كبلندر ككاميرا تراكنج، كل مره ممكن يغير لك الشغل بتاعه، يعني ممكن يغير لك النتيجه بتاعته. انت فاهم ازاي؟ فبناء عليه انت هتشتغل. فانا زي ما قلت لك، طبعا هنا خرف خالص علشان احنا لعبنا كتير. اوكي، ناخد دي نخليها اوريجين. بس هي دي الفكرة اللي انا عايز اوصلها. مرة ممكن بيطلع معاك السنسور ده حاجة بعيدة خالص، فهتيجي تبص تلاقي الدنيا مش مظبطة خالص معاك. فده حل الموضوع ده. تمام، انك انت تغير اللينس من هنا وتقربه. هو انا لما عملته 36 هو ما عملوليش 36 بالظبط، بس ما بعدش كتير. احسن ما كان الاول عملوا له 4، وكانت البلان دي طويلة بشكل غير منطقي. فهتيجي تحط اي اوبجكت هتلاقي في حاجة مش طبيعية. هتبدأ تسأل طب انا الزلف بتاعي تمام والدنيا كويسة وعامل التراكنج مظبوط وكل حاجة تمام، بعد كده ترمي اللوم على التراكنج بتاع بلندر. هو بلندر مفيش فيه مشكلة، هو المشكلة دي ممكن تحصل سواء في بلندر او في اي برنامج تاني، لان من الطبيعي اصلا لما بتيجي تعمل تراكنج بتديله البيانات بتاعة الكاميرا اللي صورت الفوتج دي، فبناء عليه هو بيشتغل على اساسها. طب انت ما اديتوش البيانات دي، هو هيبدأ هو يخمن، زي ما احنا بالظبط دلوقتي بنخمن. ان يعني انا معيش البيانات دي، بس انا حطيت البيانات دي علشان انا بخمن ان من الطبيعي او انا عيني شايفة ان كده هيبقى المنظر لحد ما معقول. تمام، رغيت كتير، طولت عليكم، كانت معلومة كده على السريع بس. اوكي، بس كنت عايز ان انا اوضح لكم المعلومة دي وازاي نحلها، علشان لو المشكلة دي حصلت مع حد يقدر ان هو يحلها بعد كده. بقى خلاص احنا نقدر نشتغل عادي خالص، مفيش اي مشاكل. اوكي، هنروح بقى لللاyout ونكمل شغلنا عادي خالص، مفيش اي حاجة. مثلا نمسك الكاميرا كده، اعتقد لو حركناها كده شوية اعتقد كده الدنيا بتاعتي بقت مظبوطة يعني، واقدر دلوقتي اكمل شغل بدون اي مشاكل. تمام، دي كانت معلومة في السريع كده، اتمنى تكونوا استفدتوا منها، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. متنساش بقى تعمل لي لايك سبسكرايب لو الفيديو عجبك، طبعا لو ما عجبكش عدي وخلاص، عادي مفيش مشكلة. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب.